محاكمة نتكلم عنها في ظل الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ومن معه، لا يلتقون بمحامين، لا يعرف مصيرهم، لا يسمح لهم حتى في المحاكمات بنقل وسائل الإعلام لمجرى هذه المحاكمات، عزل قضاة بتهمة بأنهم ينتمون أو أنهم وقفوا في رابعة أو تحدثوا إلى تلفزيون عن أي قضاء وأي محاكمة يتم الآن حتى لا تتهم بأنها عودة للنظام السابق. عن محاكمة تجري بعد قرار الشعب المصري في ثورة 30 يونيو المتممة والمكملة لثورة 25 من يناير أن يسجن هذا الرجل بتهمة الهروب من السجن، أن يسجن هذا الرجل بتهمة التخابر مع جهات أجنبية منها حركة حماس الغير مصرية. هل يخشى الشعب المصري أن يمكن الرئيس المعزول محمد مرسي من محاكمة عادلة له الحق أن يتكلم فيها وأن يدافع وأن تجرى في ظروف قانونية؟ ستبث غدا هذه المحاكمة مباشرة أمام الشعب المصري وأمام العالم كله. أي عدالة تطالب بها أكثر من هذا؟ وكل التهم أمام الجميع، والدفاع أمام الجميع، ورد محمد مرسي نفسه أمام الجميع. أي عدالة تطالب بها أكثر من هذا؟ أي عدالة؟ أي عدالة إذا كانت القضية من بدايتها الرجل وصف بأنه مختطف وإلى الآن لم تلتقي به أي هيئة دفاع. أنتم من وصفتوه بذلك وليس الشعب المصري. الشعب المصري قرر عزل هذا الرجل بعد فشله. تقبل سؤالي كصحفي يطرح لك بدون توجيه الاتهامات بشكل شخصي. القضية ليست شخصية بيني وبينك، ليست بينك وبين الجزيرة. هناك قضية مطروحة، هناك وسائل إعلام دولية، وهناك قضية موجودة في مصر. فلا تقابل الشعب المصري. الشعب المصري الآن منقسم، هناك من هو معك وهناك من هو ضدك، وبالتالي تكلم عن من يخصك من الشعب المصري. 20 مليون شاركوا في استفتاء حتى ولو كانوا أكثر. تكلم عن ما يخصك من الشعب المصري وتفضل بسؤالي. سؤالي يقول: كيف يتم الحديث عن محاكمة عادلة لرئيس معزول في دولة عاشت ثورة في هذه الظروف؟ تأتي محاكمة بناء على جرائم ارتكبها قدمت إلى النيابة والآن هو يحاكم بها، وهذه المحاكمة ستبث على الهواء مباشرة أمام القضاء، أمام المحامين، ولديهم الفرصة ليطرحوا ما يرونه أمام الشعب المصري كدفاع عن هذا الرجل أمام العالم أجمع. ماذا تريد أكثر من هذا بشكل واضح؟ طيب أستاذ حمزة، واحد، هذه القضية قديمة تحدثوا فيها على أنها حدثت قبل الرئاسة. اثنين، لقد استوفى الرئيس الشرعي المنتخب وهو الرئيس الحالي لهذه البلاد حتى اللحظة أوراق ترشيحه، ولم تقدم ضده قضية واحدة، وإلا كان منع من الترشيح، أليس كذلك؟ دعك من هذا، ادخل على الدستور القديم أو الجديد، دستور الشرعي أو دستور ال50، واقرأ بند محاكمة الرئيس، وانظر وراجع هذا الكلام. راجع كيف يحاكم الرئيس، من الذي يحاكمه؟ يحاكمه مجلس الشعب بأغلبية التلتين، ويظل مكانه شاغرا حتى يتم براءته فيعود او لا تتم براءته فيعزل. ولكن هل تنكر لا لسه الرابعه، هديك الرابعه. الله يكرمك عشان تستفيد. بس الرابعه، خطف الرجل لم نعرف عنه شيء، لا احد يعرف عنه شيء، هذا بافتراض انه متهم بين قوسين وهو ليس كذلك. المفروض يحصل ايه؟ يتم زيارته، يلتقي بفريق الدفاع عنه، لم تتم زيارته، لم يلتقي بفريق الدفاع عنه، ثم منع ابنه المحامي. بأن جزء من الشعب المصري يطالب بمحاكمته. انا سألتني عن المحاكمة وانا بجاوبك عن المحاكمة. طيب. انا بفترض ان في محاكمة وعادلة، المفروض ايه؟ تتم وفقا للقانون والدستور، أليس كذلك؟ ذكرت لك الدستور. هل هو رئيس؟ نعم هو رئيس. ماذا عن محاكمة مبارك؟ لا اصبر يا ماذا عن محاكمة مبارك؟ لا كده مش هقدر اكمل. ماذا عن محاكمة مبارك؟ لا بأس إن كانت ملاحظة في لا بأس. أكمل ملاحظته بعدين ياخد وقته. بص يا سيدي، الرئيس محمد مرسي لو هيحاسب يحاسب وفقا للدستور والقانون، لا يحاسب. لو انه مجرم وقتال قتل، المفروض مين يقابله؟ فريق الدفاع بتاعه لم يقابله، ممنوع عنه الزيارة، حتى ابنه منع. لا يوجد لا فريق ولا أي جهة حقوقية زارته. إذن أنت تتحدث عن محاكمة باطلة وغير عادلة أيضا. يتحدثون عن أنه سيظهر ويتحدث في الإعلام أو ستكون شفافة أو مذاعة، لكن قالوا لنا في الإعلام أنه سيوضع في صندوق زجاجي حتى لا يسمع صوته. إذن هي مشهد لتصوير محاكمته وليس لسماع دفاع. يقول أنه سوف تكون محاكمة عادلة وشفافة وستنقلها وسائل الإعلام وتكون حجة للقضاء. هو يقول ذلك. ستكون حجة للقضاء المصري بأنها محاكمة عادلة تليق بمصر بعد يعني الثورة. محاكمة بدون زي ما يزوروا فريق الدفاع، محاكمة بدون ما نطلع على الأوراق، محاكمة إيه؟
ايمن علي الله يصبره في سجنه وزوجته كانت بتتكلم دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجه، ده مكتوب في اليوم السابع انه متهم هارب وهو عندهم. ايمن علي ده حته من جمال مصر، ولا العقل والجمال والادب والفكر، عاش في اوروبا حينا من الدهر، لا يعرف لا جماعات ارهابيه ولا تخابرات ولا يحزنون، وظل مع الرئيس حتى اخر لحظه ورفض ان يترك الرئيس ظنا منه ان هؤلاء المختطف الرئيس سيفكروا بعقولهم، وظل لا يعرف عنه احد شيء. طيب هذه العقول الكبيرة كيف تحبس الآن وغيرهم يطلق سراحهم ليعربدوا طيب. في الأرض. كيف وجدت مسألة التفويض من قبل المجلس العسكري للمشير السيسي للدخول في الانتخابات الرئاسية؟ قبل هذا هناك ملاحظة، قد قابل محمد مرسي مجموعة من فريق الدفاع الخاص عنه، ثم بعد أن خرجوا قتل محمد مبروك لأنه أبلغهم أن محمد مبروك هو الضابط المسؤول عن ملف خيانته لمصر بشكل واضح، وهذه معلومة من لا يدري عليها أن يبحث ويعرف ما المعلومات. أما الجزء الخاص أيضا هناك كلام آخر أيضا يتهم جهات أخرى بتصفية محمد مبروك. معلومة أختار عليها. أما الجزء الخاص لا بأس، جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. عفوا أنا هنا بيدير الجلسة. جاوبني عن سؤالي. لم تكن صيغة سؤال منضبطة، حيث لم يفوض الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة، بل تناقش الفريق عبد الفتاح السيسي مع المؤسسة العسكرية مع المجلس العسكري لكونه وزير الدفاع الآن حول استقالته والترشح للرئاسة. دعني أخذ من النائب الأمريكي جون ماكين عندما سئل عن ما يجري في مصر وقال عندما تمشي مشي البطة وتصيح كما البطة فأكيد أنها بطة. جملوا كلمة التفويض أو كما تشاءون، ولكن سؤالي واضح: ما جرى من قبل المجلس العسكري بمنح تفويض دفع قبول؟ طبعا تفويض هو تفويض هو طلب من المجلس العسكري. هو تستمع إلى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة. طيب سميه كما تشاء، سميه كما تشاء وعلق لي على الفكرة. وليس سميه كما تشاء وعلق لي على الفكرة. تفضل. الفكرة بشكل واضح: أليس من حق أي مواطن مصري يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية كاملة أن يترشح لرئاسة؟ أليس من حق الشعب المصري انتخاب ما يراه كفءا لإدارة شؤون البلاد؟ أليس من حق الشعب المصري اختيار أو انتخاب هذا الرجل ثم الخروج عليه؟ هل كل مصري يترشح للرئاسة يطلب تفويضا من المجلس العسكري؟ لم يفوض المجلس العسكري، لا تعد الصياغة بهذه الطريقة. المجلس العسكري يا أخي دعني أنا أسأل كما دعني أسأل كما شاء ولك أن تجيب كما تشاء، لا تتكلم بلساني ولا أتكلم بلساني. أنا جاوب على كلام غير منضبط في الأساس ومطلوب مني أدافع عنه. لا تقول غير منضبط، قول غير دقيق، ولكن تقول غير منضبط. غير دقيق لا كذلك. تفضل يا سيدي تفضل. من حق الشعب المصري اختيار أي مكان لرئاسة مصر، ومن حق الشعب المصري خلع وعزل أي من كان عندما يكون رئيسا ويرتكبوا جرائم سواء دستورية أو سياسية في حق الشعب، كما فعلوا مع مبارك. طيب. وكما فعلوا مع فقط لأن الوقت يداهمنا حتى أوازن بينك وبين ضيفي الدكتور حمزة. إذن هو ليس تفويضا من قبل المجلس العسكري كما يقول الأستاذ أحمد، وإنما من حقه كمواطن مصري يمتلك كامل حقوقه الدستورية بأن يشارك في الانتخابات. طيب أنا بسيطة، الناس بتشاهدنا دلوقتي ويشوفوا السيسي قال إيه في التسجيل: تفويض من الشعب وتفويض من جيشي. قال هو طلب تفويض، مش أنت بتفتري عليه ولا أنا، هو طلب تفويض. هو طلب تفويض. أقول له إيه؟ اقول للسيسي ايه دلوقتي؟ انت ما طلبش، هو طلب تفويض من جيشي. ثم اقول له ايه؟ ثم الجيش لما يقول له ويسمح له الخطوه المباركه علشان مصر والمهمه العظيمه دي، يبقى الاحزاب الثانيه تعمل ايه؟ لو انا دلوقتي دخلت بمرشح من حزب الجبهه ولا من حزب المصريين الاحرار، هروح للجيش اقول له بارك لي المرشح ده. يعني بقى عندنا الحزب العسكري الوطني الديمقراطي. ايه يا جدعان في ايه؟ فليكن تفويضا، ولكن لما الحساسيه عندما الجيش يدفع بالمرسي كمرشح للرئاسه؟ فيش ايه؟ ما الحساسيه في الموضوع؟ ليه؟ هو الجيش مؤسسه حزبيه؟ اريحك انا هديك المفيد، لانه لازم الشعب ده يعرف ايه المفيد. صعب بنتكلم كلام فقط باختصار شديد. يداهمنا. قال ايه؟ السيسي قال انه لن أترشح للرئاسة، لن أسمح للتاريخ أن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية. ها هو جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية. ها هو التاريخ يكذبك يا سيسي، يا من قتلت واغتلت أشكرك. وعزلت الرئيس بحجة حب مصر، والآن أصبحنا كلنا ننتظر لحظة ترشيحك لكي نعرف القيادي في حزب الحرية والعدالة. وكذلك أشكر الأستاذ أحمد عبد الرب عضو ائتلاف شباب الثورة.